الناس من كتر ما بتشوف افلام وحشه ومليانه ايحاءات والفاظ فرحانين بفيلم ضعيف لمجرد انه عائلي وشايفينه فيلم عظيم. انا عايز احمي ولادنا من كارثه الطلاق. شفت فيلم سندوتش عيان بتاع سامح حسين واللي يعتبر واحد من اكتر الممثلين اللي انا بحبهم، شايفه ما خدش حقه وفي نفس الوقت ظلم نفسه باختياراته. سامح حسين له اعمال كتير انا بحبها زي دور رمزي في راجل وست ستات دول يا حبيبي، ومسلسل اللص والكتاب اللي شايفه كان من احسن ادوار السنات الجاهد والوطن عزوز، حتى ادواره اللي ما كانش بطل فيها في افلام زي اتش دبور وقصه الحي الشعبي وغيرهم كتير. لكن مشكلتي معاه مؤخرا ان افلامه بقت موجهه بشكل صريح ومباشر للاطفال، والموضوع خرج بره نطاق ان الفيلم ده عائلي ومحترم. فيلم سندوتش عيال بيقدم قصه هي فعلا مهمه ولكن متقدمه بشكل ساذج جدا، بدون حبكه او احداث او حتى تمثيل بربع جنيه. بتحكي عن نسب الطلاق الكبيره في مصر واثرها السلبي على الاطفال، وده اللي بيخلي سامح حسين اللي بيقوم بدور المحامي انه بيلم توكيلات من الاطفال ويرفعوا قضايا على اهاليهم عشان الضرر اللي وقع عليهم بعد الطلاق. زي ما قلت قصه الفيلم حلوه ومهمه، اكيد الفيلم عائلي ومناسب للاطفال وهيحبوه، ولكن المباشره اللي متقدمه بيها الرساله او مضمون الفيلم هي عامله شبه ارشادات كتاب المدرسه كده بتاعت تشرب اللبن قبل النوم او ذاكر دروسك جيدا. والله بجد الناس من كتر ما بتشوف افلام وحشه ومليانه ايحاءات والفاظ فرحانين بفيلم ضعيف لمجرد انه عائلي وشايفينه فيلم عظيم. سامح حسين شخص محترم وممثل جميل وانا فعلا بحبه جدا، بس ما ينفعش نقيم العمل على حسب اخلاق الممثل بغض النظر عن القيمه الفنيه للفيلم. في النهايه زي ما قلت الفيلم مش وحش ولكنه مش قوي، احنا جبنا قصه حلوه وهادفه ولكن ما عرفناش هنقدمها ازاي للمشاهد بشكل افضل من كده. اتمنى سامح حسين يركز في اختياراته اكتر من كده، وما اعرفش هل ده بسبب ان ما فيش اعمال قويه بتجيله فهو لازم يشتغل عشان ما يقعدش، ولكن الراجل ده عنده اكتر من كده بكتير. لكن شايل سيت كوم لوحده مع كامل احترامي لاشرف عبد الباقي وبقيه كاست راجل وست ستات. واخيرا نفسي افهم ايه وجهه نظر المنتجين والمخرجين وشايفين ايه في موهبه مصطفى البنا. يعني هل في حاجه احنا كمشاهدين مش شايفينها ولا هو عشان صاحب تركي آل الشيخ وبيشتمنا قليل الادب؟ وبس كده، دي تكون نهايه حلقتنا. لو شفتوا الفيلم وعجبكم تعالوا نتكلم شويه في الكومنتات ونرغي مع بعض شويه، ويا ريت لو عجبكم المحتوى تعملوا اشتراك في القناه وتبوظوا زرار اللايك بتاع الفيديو ده. اشوفكم الحلقه الجايه ويا رب دايما تكونوا بخير. سلام.